تصريحات فادية عبد الغني بقت ترند بعد ما اتكلمت عن موقف حصل لها في المقابلة الوحيدة مع الشيخ الشعراوي. طب يا ترى قالت ايه؟ تعالى نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على المصرية. الساعات اللي فاتت اتكلمت الفنانة فادية عبد الغني عن الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء، وقالت انها زارته مرة واحدة في حياتها واداها هدية مصحف، وده بعد مرض والدتها. كانت حالتها النفسية مش ولا بد، وقتها لجأت ليه وزارته في البيت عشان تلاقي حل لوالدتها بسبب شدة المرض اللي زاد عليها. كل الكلام ده قالته خلال مكالمة هاتفية لبرنامج تفاصيل، وقالت رحت له البيت قلت له نعمل ايه في مرض والدتي؟ قال لي نقرب من ربنا، اداني مصحف احطه تحت راس والدتي وازازة مية مقري عليها القرآن الكريم كله، وقال لي تشرب منها، وده حصل وتم بالفعل شفائها وربنا نزل رحمته عليها. وفي زيارتي للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة إشارب لاني مش محجبة وكنت محرجة. قال لي انت حاطه اشارب ليه وانت اصلا مش محجبه؟ رديت عليه بسرعه وقلت له احتراما ليك يا شيخنا. قال لي تحترميني انا وخايفه مني انا ومش عامله حساب لربنا؟ وسالته عن التمثيل وقال لي الفن عامل زي السكينه، سلاح ذو حدين، ليها كذا استعمال، ممكن اقتل بيها بني ادم او اقطع بيها لحمه للغلابه، وانت من الناس اللي مش بتعملي حاجه فجه في الفن وما عرضش عليا الحجاب البسه زي ما في ناس كتيره قالت. ودي تعتبر من المواقف الغريبه والنادره للشيخ محمد متولي الشعراوي كشف عنها من الفنانين بعد سنين. المهم قول لنا في الكومنتات ايه رأيك في تصريحات فادية عبد الغني، ويا ترى قالتها دلوقتي ليه؟